يقوم الدماغ بتنظيم المعلومات في سياقات مرتبطة بمكان وزمان محددين. عند الانتقال إلى مكان جديد، يتغير السياق المحيط. قد يعيق تغيير السياق الوصول إلى المعلومات المخزنة في السياق القديم. يشبه ذلك وجود ملفات مرتبة في مجلدات مختلفة على جهاز الكمبيوتر. يؤثر السياق المكاني والزماني على استرجاع الذاكرة. يخلق تغيير البيئة حدوداً في الذاكرة. يعتبر الدماغ أنك بدأت مهمة جديدة في مكان جديد. يقلل هذا من أهمية المهمة السابقة. يكون التأثير قوياً بشكل خاص إذا كان الانتقال مفاجئاً أو إذا كان المكان الجديد مختلفاً تماماً. لاستعادة فكرة مفقودة، ابدأ بتذكر آخر مكان كنت فيه قبل دخول الغرفة. يساعد هذا في إعادة تنشيط السياق الأصلي في ذاكرتك. تخيل أنك تعود خطوة إلى الوراء في ذهنك. هذا يسهل استرجاع المعلومة التي نسيتها.